مون هوان جاي. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنشوف شخص واقف أمام سيف وبيقول أبي كان حارس كلين جيد، ولكنه لم يكن أبا جيدا. حتى يوم ولادته كان يؤدي مهمة. في ذلك اليوم كان يصطاد وحش بحري في الجزيرة الجنوبية، كما أنه ليس زوجا جيدا أيضا. عندما توفيت أمي لم يكن بجانبها، بل كان يقود جيشه لقتل 72 وحشا في الشمال. وبيكون الشاب ده ابن زعيم حراس الكلين في مقاطعة دايزن ورئيس قسم الحراسة في جايزو. وبنعرف ان زعيم حراس الكلين ده بيكون تاني شخص في الدولة بعد الامبراطور. وبنعرف التسلسل الهرمي للقوة في الامبراطورية اللي بيبدأ بحراس الذئاب وهم الأكثر عددا. وحراس الذئاب هم المسؤولين عن دوريات وحراسة كل أنحاء المقاطعة في أنحاء الامبراطورية، لكنهم ليسوا مثل رجال الشرطة العاديين والضباط. عادة ما لا يقبضون على اللصوص، بل يستهدفون الكائنات الغريبة مثل الشياطين والأرواح الشريرة. ويليهم حراس النمور. حراس النمور هم القوى الرئيسية لقسم الحراسة، كل واحد منهم قوي بمفرده. وهناك أيضا حراس العلجوم. حراس العلجوم ليسوا جزءا من القسم العسكري، إنهم في الغالب خبراء قادمون من العالم السفلي، لديهم مسؤوليات مثل إدارة الأموال وكسب المال وإنتاج الأسلحة والدروع وتحضير الأدوية وعلاج الجروح. ويليهم حراس الثعابين، ولكنهم غامضون جدا ويتنكرون عادة كأتباع للأديان والمعتقدات المختلفة للتجسس والاستماع إلى المعلومات، ويتم استدعائهم فقط عندما يحدث شيء، ومهمتهم الرئيسية هي الاغتيال. ويليهم في قمة التسلسل الهرمي حراس الكلين، إنهم الأقوى، كما أنهم يحكمون 12 مقاطعة في الإمبراطورية بمفردهم، ويكونون أكثر تكريما وسلطة بعد الأمراء في الإمبراطورية. وحراس كلين في دايزن هم الأقوى. ونرجع تاني ونسمع صوت شخص بيقول: أيها الشاب، الآن ليس وقت العواطف، الأولوية هي استقرار الوضع وتولي الحكم في أسرع وقت ممكن لتجنب المشاكل والفوضى. فيضع الشاب ده إيده على السيف ويقول له بكل برود: لكنني لم أكن أرغب أبدا في هذا المنصب. فيرد عليه الشخص ده ويقول له: أيها الشاب، الوضع خطير الآن، حياة الآلاف تعتمد على قرارك، لا يمكنك التردد أكثر. فيتنهد الشاب ده ويتوجه ببطء نحو النافذة، ويفتح عينه لينظر إلى المدينة التي أمامه، والمكان الذي يقف فيه هو مقر قسم وايدوس. وفي هذا الوقت سأل عن تحضيرات الجنازة، فأجابه ذلك الشخص وقال بأنهم بدأوا في بناء القبر، وجمعوا نحو 3000 عامل من مختلف المناطق لبناء الضريح، وهو على وشك الانتهاء، وتم العثور على الخشب المطلوب للتابوت. فيقول الشاب: هل أتممتم جمع القرابين الخاصة بتحضيرات الجنازة؟ فيقول له الشخص ده إنهم جمعوا معظم ما طلبوه في السنوات السابقة. وبنشوف الوقت ده وحش بأعين كثيرة مقيد بالسلاسل. ويكمل ويقول: جاري البحث عن المواد المتبقية في المقاطعات الأخرى وفي أنحاء الإمبراطورية. فيقول الشاب ده للشخص اللي بيكلمه: هل يوجد أخبار عن تلك الفتاة؟ وفي الوقت ده بتظهر فتاة من الظلال وتكون مطاردة من قبل حراس الثعابين. ويكمل الشخص ده ويقول له: لا تقلق أيها الشاب، قبل حفل التتويج سيتم استعادة إرث الكلين. فيرد عليه وهو بينظر من الشرفة ويقول للشخص ده: أأمل في ذلك. وتبدأ الرياح في العصف، وبينتقل بينا المشهد ونشوف شخصين على أحصنتهم داخل وادي، وبيكون بطلنا وابنة عم شياو اللي بيكون اسمها لين، وبتكون بتحكي له على إنجازات عائلتها، وإن كان في عائلتها حراس للكلين في مقاطعة دايزين، وإن قائد العائلة تمكن من ثعبان عملاق كان بحجم تنين، وكان يهدد 3 مقاطعات، وكان رأس هذا الثعبان أكبر من حجم الحصان. ففاجئها جيان وقال إن معلمه قد قتل عدة ثعابين وليس ثعبانا مثل زعيم عائلتكم. لكن لين لم تهتم بكلام بطنة وظنته يكذب، فسألت جيانغ عن اسم معلمه، فقال جيانغ لها: لا تسألي عن اسم معلمي. فقالت لين: ما الذي يجعل معلمك مميزا لدرجة أنك لم تخبرني باسمه حتى؟ حسنا، قاعد لي سكيني الآن إذا انتهيت. وفي الوقت ده كان بطلنا بيقوم بنحت جذع من الخشب، واللي هيفتكر اسم الجذع ده وحصل عليه منين يبقى مركز معانا في المنهو. فيعطي لها السكين ويقول لها: لقد انتهيت منها بالفعل. وبيكونوا ماشيين ببطء، وفي هذا الوقت بيسمعوا صوت من بعيد، فبتنظر لين إلى الجهة التي جاء منها هذا الصوت، فترى مجموعة من الناس يركبون الخيول ويركضون بسرعة وبقوة مسببين ضجة وصوت عال، ويقولون فيما بينهم أن الوحش هناك في الأمام. وكان جيانغ مهتما بهم، فقالت لين في هذا الوقت: لنذهب سريعا ونرى ما الذي يركضون خلفه. في هذا الوقت سمعوا ضجيجا هائلا يأتي من الغابة، أصوات قتال عنيف. فسألت لين بطلنا: ما الذي يحدث هناك؟ هل هم يحصرون وحشا ما؟ في ذلك الوقت شعر جيانغ بالطاقة الشريرة، ثم قال أن الطاقة الشريرة ضعيفة جدا. فقالت لين: لنقترب ونرى. وفي هذا الوقت تم إيقافهم من قبل رجل كبير يقول أن عصابة ليانغ لديها عمل تنجزه الآن داخل الغابة، وأنه ليس من المناسب دخولهم الآن. فغضبت لين وقالت للرجل: هل هذه الغابة كلها ملك لك ولعصابتك؟ فقال الرجل إنه سيعطيهم مبلغ 20 طيل من الفضة إذا انتظروا حتى انتهاءهم من القيام بأعمالهم. وسمعوا أصوات القتال تقترب منهم أكثر فأكثر،
وظهر الوحش بالقرب منهم، وكان الناس يقاومونه بشدة، وكان الرجل الكبير مندهشا للغاية من قوة الوحش. وقالت لين وهي تشير إلى الأمام وتقول: انظر، إنه طائر كبير جدا. ظهر الوحش وقام بتحريك جناحيه الضخمين، مما أدى إلى قطع الأشجار. وفي هذا الوقت اشتعلت المعركة بشدة، وابتدى الوحش في الصراخ وإصدار أصوات مزعجة. وبعد ذلك ظهرت رياح عاتية نتيجة لتحريك الوحش الجناحي، ورأى الرجال أن الأمور أصبحت تخرج عن السيطرة. بعد ذلك سحب الرجل سلاحه وقال لهم: طالما لم تقوموا بالتدخل سنكافئكم كما قلت لكم بعد الانتهاء. ثم بدأ في الركض نحو الطائر الكبير. وفي هذا الوقت أصبحت المعركة أكثر حدة، وكان الدخان يتصاعد من شدة المعركة. وكانت لين مندهشة من عدم معرفة الوحش بالطيران، وقالت أن هذا الطائر غبي حق، أليس كذلك يا جيان؟ وعندما تنظر إلى بطننا لم تجده، لقد اختفى. وكانت لين تتساءل في هذا الوقت إلى أين ذهب. وأثناء ذلك مر من أمام وجهها ظل أسود بسرعة فائقة، ثم أصاب هذا الظل الطائر في قلبه وقام بقتله. فنظرت لين إلى المكان الذي توجه منه الهجوم، وسمعت صوت ضحكات من خلفها، ورأت مجموعة من الأشخاص يظهرون من الظلال، وكان أحدهم يركب على نمر. وقال أحد الأشخاص: حظك جيد حقا أيها الزعيم، لقد قتلت للتو بومة الأعين الزرقاء. ويكمل المرافق الآخر ليه ويقول: يا له من هجوم قوي. وعندما يراهم الرجل يقدم لهم التحية ويشكرهم على المساعدة، ويقول لهم إن هذا الوحش ينتمي لهم. ولم يمض وقت طويل حتى ظهر الرجل الراكب على النمر، وكان يقترب منه بشكل عدواني وبمظهر شرير. وخلال تقدم الزعيم أخبره مرافق الزعيم: ألا تعلم من نحن؟ فأجابه الرجل: أعلم، أنتم حراس النمر. فيقول له حارس النمر: إذن جميعكم فلتقدموا التحية لقائد مجموعة حراس النمر، وقوموا بالرحيل الآن. وبيتجه ناحية الطائر، فبيقف في طريقه فتى من المجموعة، فيقول له حارس النمر: يا فتى، هل أذناك مسدودة بشعر الحمار أم ماذا؟ ألم تسمع بوضوح ما قلته منذ قليل؟ وكان الحصان بينفخ في وجه الفتى، وبدأ حارس النمر في الغضب. فقال له الفتى أن هذا الطائر كانوا هم الأوائل في العثور عليه، وأنه يجب أن يكون هناك ترتيب حتى إذا كانوا ساعدوهم في قتله، وأقبل بأن هذه هي القواعد ويجب على الجميع اتباعها. وأثناء ذلك قام شن بتهدئة الفتى، وطلب منه أن يتراجع وألا يكون عنيدا. ووضع حارس النمر يده على كتف شن ودفعه جانبا واقترب من الفتى، وقال له: قواعد؟ عن أي قواعد تتحدث؟ وأثناء حديثه قام شن بمقاطعتهم، وطلب من الفتى أن يتراجع ويعتذر للحارس. وفي هذا الوقت نرى انعكاس شفرة سيف على وجه شن نتيجة لهجوم حارس النمر عليه. ويكمل الحارس ويقول له: كم مرة يجب علي أن أقولها أيها الأحمق، لا تعترض طريق. فيصرخ الفتى بصوت عالي، وكان شين يبصق دما حينها. وبدأ حارس النمر في القول: القواعد؟ عن أي قواعد تتحدث؟ القواعد في هذا العالم تم تحديدها من قبلنا، نحن القواعد. وفي هذا الوقت اشتعل الفتى من الغضب وذهب ليقاتله، لكنه تفاجأ بشين يمسك بيده ويمنعه عن القتال. وقال شين إنه حان الوقت للرحيل. وبعد ذلك وجه الزعيم لهم سؤال، وقال لهم: إذا كان رئيسهم يدعى بينغ؟ أجاب شن بنعم. فقال لهم: اخبروه أنه يجب على عصابة ليانغ أن تتفكك في غضون 3 أيام، وإلا سيتم محاسبتهم بتهمة التآمر والتمرد. وعند مغادرتهم سمعوا ضحكات حارس النمر، فكانت تراهم لين وتقول: يا لهم من أوغاد. فتتفاجأ ببطلنا اللي بيقول لها: وافقك الرأي. فتقول له جيانغ: إلى أين ذهبت؟ ها؟ ماذا تحمل؟ ما هذا؟ يجيبها جيانغ ويقول لها إنها بيضة. فتقول له وهي تنظر إلى البيضة: أرى أنها بيضة، لكن لماذا هي ثقيلة جدا؟ وعندما تنظر إليه فجده اختفى مرة أخرى. وفي هذا الوقت اكتشف زعيم حراس النمر باو أن روح الوحش الشيطاني قد اختفت بالفعل، وفكر أن يكون أحد من العصابة قد استولى على الروح وأخذها، وأمر أتباعه بالذهاب ومطاردتهم. وعندما كانوا يمرون بجانب لين لاحظ حارس النمر شيئا، ورأى أنها كانت تحمل بيضة البومة. وفي هذا الوقت أوقف الحصان ونظر لها، وقام بمناداة الزعيم وأخبره بأنها تمتلك بيضة الوحش. فقال الزعيم للين وهو يتوجه لها: من تكونين يا فتاة؟ فقالت: أنا لين من عائلة شياو من دايزين من مقاطعة جايزو. وظهرت على وجه السيد باو علامات الحيرة. قالت له لين: هل تريد أيضا حل عائلتنا؟ وفي هذا الوقت وكان حارس النمر يضغط بشدة على أسنانه ويكتم غضبه ويقول: مجرد عائلة صغيرة في مكان ما. فقال له الحارس الثاني: لكن أسلافها كانوا يحملون لقب حراس الكليين. وكان حارس النمر يبدو مندهشا، وقال الزعيم: هذه قصص قديمة وقد انتهت منذ زمن بعيد، وهذا يعني أنه لم يعد مهما الآن. قوموا بأخذ هذا الطائر وبيعوه. ثم غادروا، وفجأة ظهر جيانغ على الحصان
وقال أن عائلته مشهورة حقا. فسألته لين: أين اختفيت هذه المرة؟ هل أحضرت شيئا آخر؟ فأجابها جيانغ وقال: أجل. فبنشوف في إيده طيل فضة ويقول لها: خذي، هذه هي حصتك. فتقول له: من أين حصلت عليها؟ فيقول لهم: لقد أخذتها من العصابة كما قال لنا. فترد عليه وتقول له: إنهم يعانون وأنت تزيد الطين بلة، أين الإنسانية؟ فيجاوب عليها بطلنا ويقول: أليس هو من قال إنه سيمنحنا 20 طيل من الفضة إذا لم نتدخل؟ ونحن لم نتدخل. فترد عليه وتقول له: أنا لا أعلم لماذا تقوم ابنة عمي شياو بمدحك كثيرا وتعطي له البيضة وتتركه وتذهب وهي غاضبة منه. فيمسك بطلنا البيضة ويبتسم، وينتقل بينا المشهد لعند عصابة ليانغ ونراهم متفاجئين مما يروه. ويقول الفتى وهو لا يصدق ما يراه: كيف يمكن لهذا الجرح أن يختفي كما أنه لم يكن موجودا من الأساس؟ ويقول على بطلنا وهو مصدوم: هل هذا الشاب ساحر؟ وبنتقل بينا المشهد لكوخ داخل الغابة ونرى بطلنا بينظر إلى لين ويقول: لقد نزلت من الجبل لهدف محدد يجب أن أركز عليه، المستقبل غير مؤكد. وفجأة بيظهر روح طائر البومة من خلفه. فبيقول جيانغ: إذا كنت ترغب فقط في سلامة الطفل وسعادته. وفي الوقت ده بيقوم مخرج سيفه وموجهه أمام الوحش الروحي ويكمل كلامه ويقول: هي الشخص المناسب، لا تقلق بشأن هذا لأنني سأساعدها على ذلك. وبنروح لزعيم حرس النمر ورفاقه وبيكونوا جالسين في إحدى النزل يتناولون الطعام والشراب. فقال حارس النمر: يا لها من خسارة أن نترك لتلك الفتاة بيضة وحش روحي ونذهب فقط. فرد عليه الحارس الآخر وقال: إن هذه البيضة ليس من السهل تفقيسها، وأن هذا الوحش يحتاج إلى طاقة شيطانية كبيرة للتفقيس. وقال إنه ليس من المجدي أن يسيء لعائلة شياو من أجل هذا الشيء، على الرغم من أنهم ليسوا كما كانوا في الماضي، إلا أنهم لديهم أساس قوي، وبالإضافة إلى ذلك لديهم وجه شياو. ثم عبر عن إنها الفتاة الأولى للنمور في مقاطعتها سواء من ناحية المهارة أو المظهر، فهي جميلة بشكل لا يصدق. فرد عليه حارس النمر وقال إنه يرغب في رؤيتها. فقاطعهم الزعيم وقال: أنا لا أنكر مهارة وشجاعة شياو، ولكن أؤكد إنها تستحق لقب حارس النمر، ولكن هناك امرأة أخرى تستحق لقب أول حارسة نمور في المقاطعة، إن اسمها هو يان شو. فقام الحارس بالتأكيد على كلام الزعيم وقال إنها حقا قوية ومخيفة. وقال حارس النمر إنها يجب أن تكون جميل لأن جمال المرأة أمر مهم، وأن كل شيء آخر مجرد إضافة. وبعد ذلك طلبوا الشراب، وأثناء إحضار النادر لهم الشراب نرى شخصا يظهر من الظلام ويسأل النادل عن الطعام، ويتضح أنه صبي صغير يرتدي قبعة قشية. فيقول له النادل: حسنا، سأعطيك الطعام لكن لاحقا، اذهب الآن. وفي هذا الوقت بيكون حارس النمر منصتا لحديثهم، فيقول للصبي: أيها الصبي، تعال وصب الشراب لنا وسأعطيك بعض اللحم. وحس النادل بالقلق وقال في نفسه: مشاكل، ستحدث المشاكل. ولكن الصبي كان مبتهجا وقال إن هذا رائع حقا. وكانت الطاولة مليئة بالأطعمة اللذيذة، وطلب حارس النمر منه أن يملأ الكأس. وأثناء ملئه للكأس قال له حارس النمر أن لديه يدا ثابتة حقا، ثم قدم له قطعة لحم صغيرة كمكافأة له. فقام الفتى بوضع قارورة الشراب على الطاولة وقال إنه سيأخذ مكافأته بنفسه، ومن ثم أخذ قطعة كبيرة من اللحم وبدأ في أكلها. فقال الحارس الثاني إنه يحب هذا الصبي لأنه يبدو عنيفا مثل حارس النمر، وأكمل وسأله عن اسمه فقال أنه يدعى جو يو. فقال حارس النمر بسخرية قائلا إن هذا الاسم سيء حقا، وإن من اختار له هذا الاسم شخص أحمق وغبي. وفي هذا الوقت بنلاقي وعاء الشراب وقع على الأرض في لمح البصر، وقال له جو يو: لا يجب عليك السخرية على اسمي، لأن الشخص الذي اختاره لي شخص أحبه كثيرا، وأي شخص يهينه سيموت. ونرى أعين جو يو تغيرت وأصبحت حادة، وبدأ حارس النمر في الخوف والصراخ، وبدأ جو يو بتوجيه إصبعه ناحية فم حارس النمر، وبدأ يظهر منها ضوء غريب، مما يعني أن جويو يستخدم السحر، وقام بختم فمه. وبينما كان يفعل ذلك كان الحارس الثاني يستعد لإخراج سيفه من أجل الهجوم، ولكن في هذا الوقت أوقفه الزعيم وسأل الفتى: هل استخدمت تقنية الحج الآن؟ فقال جويو بتفكير: أجل، هل أنت أعمى لا ترى؟ وعندها بدأ الزعيم في الغضب وقام بقلب الطاولة وأمر الجميع بمحاصرته، فحاصروا جويو. وقام الزعيم بالهجوم عليه بوحشه الروحي ثعبان الأرض، وهجم الثعبان على جويو بشراسة، ولكن جويو أمسكها بقوة وقال إنها مجرد ثعبان أرض، فكيف يمكنها حتى أن تصبح حيوانا روحيا؟ بيمسكها بإيده وبيرفع الإيد التانية ويقوم باستخراج الطاقة الشيطانية من الوحش الروحي مما يؤدي إلى موته، ثم يقوم برميها على زعيم حراس النمر. فيمسك الزعيم جثة الثعبان في يده ويكون في حالة صدمة كاملة وحزن شديد، ويقول بغضب: كيف تجرؤ على إيذائه؟ ثم يسأل: من أنت بالضبط؟ فيقوم جويو برفع قبعته ويقول: أنا جويو من جبل لينغشي. ثم يضحك بشكل مرح ويقول لهم: أنتم من بدأتم بالتنمر هذه المرة علي. ويشعر الزعيم ورفاقه بأنهم وقعوا في مشكلة. Mon Hwanghae